سلام معكم مروان بشار فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون تتمه الفيديو اللي قبل، واللي غادي نشوفوا كيفاش نديروا كونطرا اولا نسجلوا الرقم ديالنا بالهويه ديالنا. دونك عندي رقم انوي بغيت نسجلو في الاسم ديالي باش يبقى معايا ان شاء الله مستقبلا. هذا الفيديو غادي نشوفوا من ا حتى زد كيفاش غادي نسجلوا الخط ديالنا اولا نديروا له كونطرا وحتى نخرجوا العقد ديالنا. طريقه سهله، غادي نحتاجوا تطبيق ماي انوي سواء من اب ستور سواء من بلاي ستور. فوالا، من بعد ما كندخلوا تطبيق ماي انوي كنجيو لخطي هنا لتحت وكنجيو كنكليكيو على تسجيل الخط. هنا كطلع لينا سجل خطك بادخال بطاقه هويتك للاستفاده من جميع خدمات انوي. دونك محدومه ما مسجلش في الاسم ديالي، فراه معظم الخدمات ما غاديش تكون خدامه ليا لا ليا لا ليكم. دونك خصكم ديروا تسجيل خطي. وصلنا واحد الاس ام اس اللي غادي نكونفيرميوه اوتوماتيك. فوالا ها هو وصل، غادي ندير اوتوريزي. موراها غادي نديرو التالي. هنا في التالي غادي نختاروا باش بغينا ناكدوا الهويه ديالنا. بطاقه الاقامه بالنسبه للاجانب اللي مقيمين في المغرب، سواء الافارقه سواء من الدول العربيه، اي واحد يعني عنده بطاقه الاقامه في المغرب فراه ممكن انه يسجل الرقم ديالو بالاسم ديالو فقط بالبطاقه الاقامه. بطاقه التعريف الوطنيه بالنسبه للمغاربه سواء اللي خارج المغرب او اللي داخل المغرب ممكن انكم تسجلوا الرقم ديالكم بالبطاقه التعريف الوطنيه واللي هي لاكارت ناسيونال سي اي ان. بالنسبه لجواز السفر تقدر انك ديرو سواء مغربي سواء اجنبي. في حاله ما تعذرت انك تكون عندك البطاقه الوطنيه او بطاقه الاقامه، ممكن انك تاكد البطاقه ديالك او تسجلها بالاسم ديالك فقط بجواز السفر. حنا في هذه الحاله كمغاربه كاملين فراه عندنا البطاقه الوطنيه، دونك كنديرو بطاقه التعريف الوطنيه. موراها غادي نديرو التالي. فوالا، هنا كيعطيك اكزامبل كيقول لك خذ تصويره لاكارت ناسيونال القدام واللور بهذه الطريقه. غادي نديرو التالي، غنكليكيو على اخذ صوره اماميه. من بعد ما خدينا ريكتو فيرسو لاكارت ناسيونال ديالنا كنديرو التالي. هنا كيقول لك الا كانوا المعلومات فيهم الخطا تقدروا انكم تعاودوا ديروا اعاده فحص بطاقه الهويه ديالكم. كنديروا التالي. هنا كتاكدوا رقم الخط كيكون الرقم ديالكم اللي بغيتو تسجلوا في اسمكم. عرض بدون اشتراك اللي هو الصيغه ديال هذا الكونطرا اللي غنديرو، كنهبطوا لتحت. فوالا، هذه اللي عندي بها الغرض، واللي هي معلومات الزبون، الاسم العائلي والاسم الشخصي خصهم يكونوا مطابقين لبطاقه التعريف الوطنيه. هنا كيعطوكم نوع بطاقه الهويه، واش يعني لاكارت ناسيونال ولا بطاقه الاقامه او لا باسبور. هنا الارقام البطاقه الوطنيه ديالكم خصهم يكونوا صحاح، لادريس ديال الدار كما كتشوفوا. يعني راه ممكن انكم تعاودوا تصحوا اي حاجه، المدينه كل شيء، يعني راه كل شيء ممكن انكم تعاودوا تصحوه. وهنا كتختاروا السيد او لا سيده، وهنا كديروا الايميل ديالكم، كتكتبوا البريد الالكتروني اللي غادي ديروه في التطبيق ديال ماي انوي. هادو كيكونوا كلهم طافيين، كتاكتيفيهم الاخوان يشعلوا بالخضر وكديروا تاكيد. هنايا كيقولوا لكم ديروا شي سيناتور باش تبقى في الدوسي ديالكم. واخيرا تم تسجيل هويه خطك بنجاح. دونك دابا راه حنا سجلنا الرقم ديالنا بالهويه ديالنا. دونك هاد النيميرو هادي ما غاديش توقف ليا ان شاء الله، وفي نفس الوقت تبقى في الاسم ديال مروان بشار، ما يقدر حتى شي واحد يشريها او لا يستخدمها. هذه هي الطريقه باش اننا ناكدوا الهويه ديالنا في تطبيق ماي انوي. وكما كتشوفوا الاخوان، بعد ما سجلنا الرقم ديالنا في الاسم ديالنا كيعطيونا هديه اللي هي 1 جيجا صالحه لمده اسبوع. يعني كيكافئوك الا سجلتي الرقم ديالك في الاسم ديالك. هاد القضيه اللي دايرينها مؤخرا فاش بغاو يقطعوا لي كارت اللي ما مسجلينش في الاسم، راهم داروا هاد بحال بونيس كيعطيكم 1 جيجا الا سجلتوا الرقم ديالكم من التليفون. هذه الطريقه يعني كما كنقولوا ما غاديش تضرب فيها تماره، فقط من المنزل ديالك او من مقر العمل ديالك تقدر انك دير كونطرا البطاقه ديالك، يعني بلا ما تمشي للوكاله بلا ما تمشي عند اي واحد وبلا ما دير لها الفورفي. متابعينا الكرام، الا كنتوا وصلتوا حتى هنا كنشكركم بزاف لانكم تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخير. حتى هنا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. ولا عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنساوش ديروا لايك هي اللي كتخليني نعرف على ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اما سبسكرايب كتخليني نتاكد على انكم مهتمين بهذا المحتوى. كان معكم مروان بشار، السلام عليكم.